لو انت طالب لسه داخل الجامعة جديد، او كنت اصلا في الجامعة فرقة تانية بقى او تالتة، ايه اهم 3 حاجات لازم تعملهم هيخلوا حياتك الجامعية من مثلا 30-40% حلوة ل60-70% افضل؟ جاهزين؟ يلا بينا نبدأ الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ معكم محمد سعد وفيديو جديد. كل شوية كنت اقول طلاب ثانوية عامة طلاب ثانوية عامة، او انزل فيديوهات تحفيزية او فيديوهات عن تطوير الذات. ناس كتير من دفعتي قالوا لي طب ما تنزل بقى عن الحياة الجامعية، يعني احنا خلاص ربنا كرمنا خلصنا ثانوية عامة، نزل بقى عن الجامعة. وطبعا حبايب قلبي ما اقدرش ان انا ما انزلكوش حاجة انتوا عايزينها، فقررت اعمل الفيديو دوت. قبل ما نبدأ يا ريت تنزلوا تضغطوا لايك وسبسكرايب، عشان الحاجات دي بتفيدني وبتساعدني ان المحتوى بتاعي يوصل لناس اكتر واقدر افيد ناس اكتر. بس كده، فمش تخسروا حاجه يعني لو دوستوا لايك وسبسكرايب. تمام، شكرا جدا ليكم. يلا بينا نبدا الفيديو. مبدئيا كده عزيزي المشاهد عزيزتي المشاهده، وهو الحياه الجامعيه حياه جديده بالنسبه لنا، صح؟ تمام، حلو جدا. فيعني زي ما تقول كده ايه، مفيش حاجه في دماغك اللي هو بص محمد ده الطريق امشي عليه صح، محمد ده الطريق دي صح ودي غلط. لا، مفيش الشخص اللي هيعمل معاك كده. هيبقى خلاص انت لوحدك هتشوف وهتجرب، بعد ما تجرب ده صح او ده غلط. تمام. فهي مرحله على قد ما هي فيها حريه كبيره جدا. اللي هو انت عايز تروح المحاضره، تمام روح. مش عايز تروح المحاضره ما تروحش، براحتك يا معلم. عايز تحضر احضر، مش عايز تحضر ما تحضرش برضه عادي. الموضوع كله في اختيارك في الاخر، فاهمين؟ فهي دي الفكره. فعلى قد ما هي فيها حريه كبيره، على قد ما هي فيها اللي هو ايه، انت اصلا مش مهيأ او مش عارف اقولها ازاي، بس انت يعني مش متعلم ازاي تستغل او تستخدم الحريه ديت صح. فانت اللي هو انت مش متعلم ازاي تستخدم الحريه ديت اصلا. يعني انت مثلا خارج من ثانويه عامه، عارف ان في ثانويه عامه انا عندي درس فلازم اروحه، ولو ما رحتوش هيحصل حاجات كتير جدا جدا. طبعا حاجه كده بسيطه، في ناس كانت بتكت عادي جدا، ديت احنا ملناش دعوه بيها. احنا بنتكلم عن الناس اللي كانت بتروح مجتهده وبتاع وعايزه تجيب اخر اللعبه زي ما بيقولوا. تمام. فالحريه اللي عندك في الجامعه ديت ليها مميزات وليها عيوب. المميزات بتاعتها ان هي خلاص هتخليك انسان واعي، انسان مش اللي هو بقى مجبر يعمل الحاجه ديت، لا هو عنده اختيارين، لا اما يعملها عشان يبقى انسان عارف ايه اللي عنده ويبقى انسان بالنسبه له انسان كويس وعارف يعمل اللي هو عايزه، او لا اما يستخدمها غلط، ما يروحش او ما يحضرش المحاضرات وكده يبقى استخدمها غلط. وكده كده اصلا في الاخر السنه هتخلص، فانت اذا كان خلصتها حضرت ما حضرتش كده كده اصلا الوقت بيمشي. يعني الوقت مش هيقول لك ايه محمد معلش انا النهارده انت ما رحتش المحاضره، طب معلش انا مش جاي النهارده يلا. اكيد لا، الوقت كده كده بيعدي. فلو حسبتها صح تبص بربع جنيه اللي هو كده كده الوقت بيعدي. ايه اللي هنجري انا لما احضر المحاضره؟ احضر، طب الدكتور مش ماشي اسمع، مش هخسر حاجه، فاهم؟ دي حاجة. الحاجة التانية دي مميزات بتاعت انك ايه، الحرية. العيوب بتاعت الحرية بقى ان هي بتعلمك لفظ انا مش عايز اقوله، بس بتعلمك انك تتدلع بزيادة. فلما تتدلع بزيادة في حاجات مهمة جدا لازم تعملها مش تعملها، فهتاخدك لمسار وحش في حياتك. حلو جدا. طيب دي بالنسبة لبداية الحياة الجامعية. ايه هما بقى اهم 3 حاجات لازم تعرفهم هيفرقوا في حياتك الجامعية جدا؟ اول حاجه، اتعلم في جامعتك صح. هتقول لي اتعلم في جامعتي صح ازاي يا محمد؟ هقول لك دلوقتي. يعني مثلا ما يبقاش الاسم انا دلوقتي محمد في اداب تاريخ، تمام؟ ما يبقاش اسمي محمد في اداب تاريخ. طب انت تعرف ايه عن اداب تاريخ ولا اي حاجه؟ بس انت فين؟ انا في اداب تاريخ. متخرج منين مثلا؟ ان شاء الله بعد عمرا بعد 3 سنين ولا حاجه اتخرج. متخرج منين؟ من اداب تاريخ. طب تعرف ايه؟ ما اعرفش اي حاجه في اداب تاريخ. طيب صفر ولا اي حاجه، زيك زي اللي اصلا ما دخلش جامعه ولا دخل ثانويه عامه ولا عارف اي حاجه، زيه بالظبط. فغلط. اتعلم في جامعتك صح. اتعلم في جامعتك صح ازاي؟ انك تبدا تروح المحاضرات بكل بساطه، تفهم المحاضرات، تجيب مذكرات، تذاكر، مش عارف ايه،
الحاجات ديت بكل بساطة الموضوع بسيط جدا، تتعلم صح، لأن زي ما قلت لك طالما كده كده الوقت هيعدي يبقى خليه يعدي وأنت بتتعلم. تاني حاجة عزيزي المشاهد عزيزتي المشاهدة، وهي اشتغل. بس انا مثلا الفترة ديت من حياتي، بص ايا كان عذرك انا هقول لك دلوقتي ايه مميزات الشغل في الجامعة وسايب لك حرية الاختيار. مبدئيا كده الشغل في الجامعة المصاريف اللي هجيبها لك يا دوبك هتمشيك، اذا كان بتقبض بالاسبوع او بالشهر يا دوبك هتمشيك الفترة ديت، اذا كان اصلا يعني قدرت تمشيك الحوار ده. بس انا مش عايزك تشتغل عشان خاطر فلوس. كله دلوقتي بيقول لك اشتغل عشان خاطر فلوس، انا مش عايزك تشتغل عشان خاطر فلوس، تشتغل عشان تهيئ دماغك وتهيئ جسمك وتهيئ نفسك وتفهم وتدرك ايه اللي بيحصل في سوق العمل. انا مثلا بس انا هشتغل ايه؟ هشتغل مدير؟ مفيش شغل مدير، انت اشتغل اي حاجه تيجي قدامك، كول سنتر بقى، سيلز، ما هتقف في محل، اي حاجه، هتشتغل في مطعم، اي حاجه. الفكرة انك تشتغل وتعرف الجنيه بيجي ازاي، وتفهم اي مجال هتخش فيه اكيد هتتعلم منه ولو حاجة بسيطة جدا، فدي هتبقى حاجة كويسة وهتفيدك على المدى البعيد في حياتك. فاشتغل وابدأ بقى. هقولك على حاجة، انت لو اشتغلت وجبت مصاريف جامعتك مثلا ومصاريفك اليومية، دي حاجة كويسة، بدل ما تروح لبابا مثلا تقول له بابا مثلا عايز فلوس وبتاع، مش حلوة، انت مبقتش صغير. وفي نفس الوقت برضو يعني لو انت مش عاوز تشتغل او مش كده او رحت لبابا ربنا يخلولك طبعا مفيش اي مشكلة، بس انا بكلمك عامة كشخص كبير دلوقتي، الشغل هيفيدك في كذا جانب في حياتك. طيب حلو جدا. تالت حاجة واخر حاجة معانا النهاردة عزيزي المشاهد عزيزتي المشاهدة، وهي في حاجات كده اسمها بتاعت رعاية الشباب، بيعملوا أنشطة وحاجات زي كده. أنا عارف إن أنت مش طايقها بس أنا بقولك خش في الحاجات ديت. أنا بص، أنا بقولك أهوت أنا من سنة أولى وبقولك أنا عارف إن أنت مش طايق الحاجات دي، بس حرفيا الحاجات ديت فيها كمية حاجات جميلة هتساعدك إنك أصلا في حاجات كتير. أول حاجة الحاجات ديت هتعرفك اصلا حاجات في الجامعة اكتر، وهتخليك معروف في الجامعة اكتر، وهتخلي الناس عارفاك اكتر، هتخليك شخص مميز وسط الناس في الجامعة عامة، وهتفيدك برضو. ما تقنعنيش ان في اي حاجة هتخشها في حياتك مش هتفيدك، مفيش الكلام ده، اكيد هتفيدك. فطالما كده تستفاد وكده تستفاد واستفادة كبيرة، وكده كده في وقت الجامعة خش في رعاية الشباب ديت وافهم وشوف هما بيخشوا في ايه جوه، ولا ايه المجالات المتاحة جوه، وشوف انت بتحب ايه وخش وشارك وقول رأيك، واعمل صحاب حلوة مع الناس اللي حواليك. هتلاقي في هناك جروبات كده عاملين مثلا ده مش عارف ايه ده ايه ده ايه، خش في اللي انت عايزه، تمام؟ هتلاقيك عملت شلة تانية من لا شيء اصلا كلهم بيحبوا نفس الحاجة اللي انت دخلتها، وهتبقى حاجة كويسة جدا. وبس كده. وما تنساش ان انت تستمتع برحلتك الجامعية زي ما كنت بقول في ثانوية عامة. انا مش عارف ليه ثانوية عامة مقصرة معايا جامد بس ماشي، خير. ما تنساش انك تستمتع برحلتك الجامعية زي ما كنت بقول في ثانوية عامة، لان ثانوية عامة خلاص عدت وكنت بقول لك استمتع بيها. لو استمتعت يبقى انت كده شخص جامد وبتسمع كلامي وبص على راسي اقسم بالله. ما استمتعتش على راسي برضو، والحق دلوقتي اهو بقى استمتع برحلتك في الجامعة علشان خاطر كلها مراحل وكل مرحلة ليها الحلو وليها الوحش، فاستمتع بالمرحلة واتعلم من الحاجات الوحشة اللي فيها. وبس كده، وإلى هنا تنتهي حلقة النهاردة. يا ريت لو الفيديو عجبكم كطلاب الجامعة اكتبوا لي تحت في الكومنتات أعمل فيديوهات أكتر عن الحوار ده. وبس كده، إلى اللقاء في فيديو آخر، سلام.